متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حصاد الأسبوع. البداية بالأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط ليلة الخميس الجمعة. هذه الأحكام تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاث في قضية اغتصاب الطفلة سناء بضواحي مدينة تيفلت. وقضت المحكمة في حق المتهم الأول ب20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين الثاني والثالث ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها إلى الاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم. عقدت اللجنة المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر جبل طارق بين المغرب وإسبانيا دورتها 43 برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز. ويثير مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق اهتماما خاصا من قبل المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، والذين يشيدون بانتظام التعاون المثالي بشأن هذا المشروع. وأشار بلاغ لوزارة النقل إلى أن الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق يوفر لهذا المشروع مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأورو أفريقية لشبكات النقل البري الدولية. قررت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. تم الإعلان عن هذه الخطوة من خلال بلاغ للتنسيقية استنكرت من خلاله ما وصفته باستمرار وزارة العدل في التماطل وعدم وفائها بوعدها بحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022. كما رفضت التنسيقية الوطنية لمرسب امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة مقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة القادمة، وهو المقترح الذي اعتبره المحتجون مجرد تحصيل حاصل. والختم من غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء التي رفضت تمتيع طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه بالسراح المؤقت. واكتفت هيئة الحكم خلال هذه الجلسة بالاستماع إلى الحسن التازي وزوجته وباقي المتهمين عبر تقنية التواصل عن بعد. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر في أبريل من العام الماضي متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته بتهمة الاتجار في البشر من خلال جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين. وبهذا نصل إلى ختام الحصاد. شكرا على المتابعة.